جيت لك يا عبد المعين عشان تعيني، لقيتك يا عبد المعين عايز اللي يعينك. اهو ده اللي بيحصل بالظبط لما الدكتور بيقول لك الجرح ده مش هينفع يتخيط. طب رقعه، اقول لك ما ينفعش يترقع. طب نعمل ايه يا دكتور؟ هيقول لك هناخد الجرح ده اللي موجود في ايده ونزرعه في بطنه 3 اسابيع ونفصله. لان بكل بساطه لو حطينا رعاة جلديه على بطن الايد هتكون قرحه غير مستقرة على المدى البعيد. يعني ايه الكلام ده؟ مش انت هترقعها منين قرحة بقى؟ مع الاستخدام المستمر للرقعة الجلدية في المكان ده، هي الرقعة عبارة عن ورقة ضفر خفيفة جدا بنفردها على المكان اللي بنغطيه. لو استخدمت في بعض الأماكن زي بطن الإيد وبطن الرجل اللي احنا بنستخدمهم تقريبا كل يوم، لما يحصل احتكاك مستمر هيحصل قرح. القرح دي هتفضل تفتح وتقفل تفتح وتقفل أو تفتح وما تقفلش. ليه؟ لأن ملهاش بطانة كفاية. يبقى احنا محتاجين جلد ليه بطانة، وده مش متوفر غير في أماكن تانية ناخدها منها بطريقة عنقية. يعني الجلدة تكون موجودة في مكانها، هنفصلها بعد 3 أسابيع، أو نرفعها بالدورة الدموية بتاعتها الشريان والوريد ونوصله من أول وجديد في المكان الجديد. ساعتها بس نقدر نطمن عليه. الشريحة الحرة بتعمل على مرحلة واحدة. الشريحة الموضعية أو العنقية بتتعمل على مرتين لو كانت من مكان بعيد، زي لما ناخد إيد واحد ونزرعها في بطنه، ونقوم بقى على حسب هو ده صباع واحد ولا بطن ولا كذا صباع. لو بطن الإيد والصوابع ممكن تتعمل بطريقة كل صباع لوحده أو الصوابع مع بعض، أو بطرق جديدة على حسب الجراح بتاعك هيشرح لك إيه. فلو لقيت في إصابة في إيدك يعني انسلاخ جلدي ومفيش جلد في المنطقة دي، والدكتور قال لك هنزرعها في بطنك لمدة 3 أسابيع، ما تتخضش واسمع منه، لان الاختيار ده هو الامن ليك. قال لك هنعمل شريحه حره وامكانياتك الماديه تسمح، امكانياته الفنيه تسمح، والمكان مجهز نعمل حاجه زي كده، ولا نجود بروسيد وكمل، لان ده هيكون افضل ليك في انها تتعمل على مرحله بدل تكون مرحلتين. خصوصا لما تكون في اكتر من صابع، ممكن نضطر ان احنا ادي مرحله قفلنا فيها ال4 صوابع مع بعض، بعد كده كل 3 شهور او كل 3 اسابيع يتفصل صابع من الصوابع حسب الحالة العامة للشريحة والإنسان ككل.